يا ربي الملك، يا ربي الملك والأمر لك ما أعدلك يا رب. يا ربي، وهبت لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. يقول سبحانه في الآيتين 63 و64 من سورة يونس: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله. صدق الله العظيم. بين سبحانه أن أولياءه الشاكرين المتقين لهم الجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة. والأولياء هم المؤمنون الذين يخلصون العبادة لله وحده، يخلصون في التوكل عليه والحب فيه، لا يتخذون من دونه أندادا ولا وليا ولا شفيعا. وقد نفى سبحانه عنهم في هذه الآيات الخوف والحزن، ففي الدنيا لا يخافون مما يخافه غيرهم من ضعفاء الإيمان وعبيد الدنيا، من مكروه يتوقعونه أو من عدو يرهبونه.